في الفيديو ده أنا جاية أكلمك عن معركة قص الضوافر. أنا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصية كأم فعرفتي تربي. قص الضوافر من أصعب الحاجات اللي ممكن الأم تقوم بيها، خاصة لو البيبي صغنون قوي. تخيلوا إيده صغنونة جدا وضوافره أصغر من إيده، فيعني هتبقي أساسا خايفة تمسكي إيديه، بس هي لازم تتقص علشان خاطر هو بيخربش نفسه وبيخربش مامته وهي بترضعه. نصيحة مني، ما تستخدميش اي قصافه وخلاص. هنجيب القصافه الصغننه المخصصه لضوافر البيبيهات. طب الحكايه دي بقى هتحصل امتى؟ الحكايه دي هتحصل لما يكون نايم او وانتي بترضعيه. انا بفضل بصراحه انه لما يكون نايم، عشان الموضوع محتاج تركيز قوي علشان ما تعوريهوش. اللي قلته ده كان في حالة البيبي، أما بقى لو عمره من سنة ل3 سنين فده موضوع تاني خالص. بتكون مقاومة الطفل شديدة جدا ومش بيحب قص الضوافر. طب نعمل ايه؟ بصي يا ستي، أول حاجة خالص قص الضوافر بيكون بعد الشاور وهو لسه خارج من الحمام وحلو كده. تاخديه على كرسي الأكل، شغلي له حاجة في التلفزيون هو بيتشغل بيها، وانتي تقعدي على الأرض تمسكي إيد تمسكي رجل، هتخلصي قص الضوافر هوا. أهم حاجة ما يكونش واخد باله عشان ما يشدش إيده مرة واحدة ويتعور. طب لو لسه بيقاوم، معلش سيبي ضوافره يطولوا شويه زياده وقصيهم وهو نايم. شاركيني في الكومنتس واكتبي لي بتقصي ضوافر طفلك ازاي.